اكبر 4 نقاط ضعف عند النادي الاهلي لازم عماد النحاس يركز عليهم عشان فيريرا هيلعب عليهم بشكل كبير. اول نقطه ضعف معانا الباك ليفت الجهه اليسرى اللي هيلعب فيها كوكا ومصطفى العش. كوكا ومصطفى العش بيقدموا اداء سيء جدا جدا في الجهه دي لان ده مش مركزهم اساسا، فعماد النحاس لازم يركز على الجهه ديت لان احمد نبيل كوكا مش مظبط في الجهه دي خالص هو والعش، لازم عماد النحاس يركز عليهم عشان فيريرا هيلعب على الجهه دي. اما نقطه الضعف الثانيه معانا اللي هي الباك رايت اللي بيلعب فيها محمد هاني الجهه اليمنى. محمد هاني ممكن يكون سبب في فوز الاهلي وممكن يكون سبب في خساره الاهلي بيعتمد بشكل كبير على الباك رايت اللي هو الجهه اليمين. وثالث نقطه ضعف معانا مركز الدفاع عند النادي الاهلي اللي هيلعب فيه ياسر ابراهيم وياسين مرعي. ياسر ابراهيم وياسين مرعي اللاعيبه دول ما فيش بينهم وبين بعض توازن في اللعب، يعني حتى احنا شفنا في حرس الحدود ما فيش توازن، ما فيش تفاهم وتناغم بين الدفاع وبين بعضه في النادي الاهلي. تحس كده ان اللاعب بيلعب في فريق ودي بيلعب في فريق، ما فيش تناغم بين اللعيبه، مش فاهمين بعض يعني بمعنى اوضح. فعماد النحاس لازم يركز برضه على الجهه دي. نقطه الضعف الرابعه والاخيره اللي هي وسط الملعب. وسط الملعب اللي بيلعب فيها مروان عطيه وديانج. دايما في النادي الاهلي بتلاقي فيه خلل، يعني بين نص الملعب والدفاع بتاع الاهلي هتلاقي فيه خلل بسبب عدم تناغم اللعيبه مع بعضها. حتى احنا شفنا ده في مباراه حرس الحدود. دايما النقطه دي عند النادي الاهلي بتلاقيها خاليه، الكره بتجري فيها بسرعه. فعماد النحاس لازم يركز على ال4 نقاط ضعف دول عشان فيريرا مدرب الزمالك هيلعب عليهم بشكل كبير جدا جدا في مباراه القمه.